في الريسيرش بتاعك انت ينفع تدور على حاجات. انا شفت ان ناس كتيرة قوي في الماركت مش عارفة ان الديتا بوينتس دي موجودة، ان المعلومة دي موجودة. نسبة كبيرة جدا من المعلومات دي كمان مجانية، ممكن تجيبها بشكل مجاني. غالبا هتجيبها بشكل مجاني لو انت هتجيب نتيجة واحدة للتريجر اللي انت بتدور عليه، ولكن لو انت عايز تجيب كمية هتحتاج تدفع. مثال، لو انا شركة ماركتينج متخصصة في ان انا بعمل ماركتينج لاي كوميرس ستورز وعايز شوبيفاي ستورز، بسهولة اقدر اجيب. لو انا فتحت ويب سايت اي كوميرس ستور بيبيعوا ملابس، بسهولة اقدر اعرف اذا كان هم بيستخدموا شوبيفاي ولا لا. تمام. آم، ولكن لو انا عايز اجيب كميه من الشوبيفاي ستورز اللي موجودين في مصر، غالبا هحتاج ادفع للداتابيز اللي بتطلع المعلومه دي. طيب خلينا نشوف شويه امثله. يعني دي مش كل الامثله او كل الكيسز، ولكن آم، دي اكتر حاجات انا بستخدمها وانا بدور على داتا بوينتس سيرشبل سكريبل، اقدر اسكريب منها داتا. اول واحده وهي التكنولوجي بيزد سيرش. لو انا الشركه بتاعتي ساس او حتى بتسيرف على شركات، التريجر اللي انا بدور عليه ان هم يكونوا بيستخدموا تكنولوجي معينه. التكنولوجي دي ممكن تكون تول بيستخدموها، ممكن تكون لغه برمجه بيستخدموها، ممكن تكون سي ار ام بيستخدموه. عندي انواع كتير جدا من التكنولوجيز. اكزامبل اللي انا لسه شارحه من شويه، انا ماركتنج ايجنسي و... وعايز اجيب شركات بتستخدم شوبيفاي. اقدر لو انا مثلا بدور على شركات بتستخدم شوبيفاي، فلو دوست هنا على الاكونت واخترت ايجيبت و واخترت تكنولوجي واخترت هنا شوبيفاي اي كوميرس بلاتفورم. ممكن كمان شوبيفاي بلس لان في 2 شوبيفايز. anyways هيطلع لي هنا ليست بكل الشركات اللي بتستخدم شوبيفاي وشوبيفاي بلس. وهنا على ابولو خلاص طلع لي almost 8000 شركه. انا اسف 8000 كونتاكت لاشخاص بيشتغلوا في شركات بتستخدم شوبيفاي. لو عملت سويتش انا عايز اعرف هم كام شركه مثلا، فالليست مطلعه لي 800 اولموست 800 شركه بيستخدموا شوبيفاي وشوبيفاي بلس. لو انت عايز تزود بقى في التكنولوجيز ممكن تستخدم، تقول مثلا انا عايز كمان شركات بتستخدم وو كوميرس كاي كوميرس بلاتفورم، فهيطلع لك الشركات 5000 شركه. انت معاك 5000 شركه بيستخدموا اي كوميرس بلاتفورم شوبيفاي، شوبيفاي بلس ووو كوميرس. تقدر بقى تشوف مين صناع القرار اللي موجودين في الشركات دي وتقول ان انا بقدم خدمات الماركتنج بتاعتي لشوبيفاي او وو كوميرس ستورز، واحنا متخصصين في اكس واي ان زي وبنعمل اند سو اون. تمام. هل دي الاداه الوحيده اللي ممكن تستخدمها؟ لا. اللي انا اعرفه اتكلمت قبل كده مع ناس من ابولو ان السيرش انجن بتاعهم في التكنولوجي مبني مع انتجريشن مع بيلت ويز. هي برضو اداه بتساعدك في ان انت تعرف الشركه او الدومين اللي انت بتدور عليه بيستخدم تكنولوجيز ايه. فلو انا كتبت هنا شوبيفاي وعايز اجيب ليست اوف شوبيفاي ستورز في مصر، طلع لي الشركات هنا. غالبا الرقم قريب من اللي احنا طلعناه من على ابولو. الفكره بس ان لو انت عايز تداونلود الليست دي من بيلت ويز هيدفعك. ابولو مش هيدفعك على الليست، هيدفعك على الكي ديسيشن ميكرز اللي انت عايز تجيب الليست بتاعتهم. anyways دي طريقتين ممكن تستخدمهم. انا بحب بيلت ويز وبستخدمه اوقات لو انا عايز اعرف
الشركه بتستخدم تكنولوجي. يعني مثلا الويب سايت بتاعنا، لو انت عايز تعرف ايه التكنولوجيز اللي احنا بنستخدمها، هتلاقي مثلا ان احنا بنستخدم لوم عشان نريكورد فيديوز ونحطها. الويب سايت مبني على زوهو سايتس، ده السي ام اس بتاعنا. غالبا حاطين ال الهاندلز بتاعت لينكدين وفيسبوك اند سو اون. فهتعرف تفاصيل اكتر عن ايه التكنولوجي اللي هم بيستخدموها. ممكن من فهمك من هنا ان هو بيستخدم زوهو سايتس، ممكن السي ار ام اللي يكونوا بيستخدموه هو زوهو سي ار ام. المهم، دي الطريقه اللي انت ممكن تستخدمها عشان تدور على شركات بتستخدم تكنولوجي معينه. other case studies ممكن تستخدم، هو ان انت تدور على شركات بتستخدم لغه برمجه معينه، روبي، بي اتش بي، اند سو اون، او بتدور على شركات بتستخدم سي ار ام معين، هوب سبوت او زوهو او وات ايفر. فده السيرش او ده التريجر الاولاني اللي انت ممكن تستخدمه عشان تدور على تكنولوجي. اخر حاجه، انت كمان ينفع تدور على التكنولوجي من على سيلز نافيجيتور برضو. يعني دول الثلاثه سورسز اللي ممكن تستخدمهم عشان تدور على شركات بتستخدم تكنولوجي معينه. فانت عندك هنا برضو تكنولوجي يوزد، تقدر تدور باسم التكنولوجي اللي انت بتدور عليها ويجيب لك ليست باسامي الشركات هنا. فمثلا لو عملت ايجيبت، انا عايز اشوف بس هيجيب لي 700 ولا لا. طلع لي 1000. انترستنج. يعني هتلاقي في حاجات ممكن موجوده هنا مش موجوده على ابولو او على بيلت ويز. تمام. آه اعتقد that's pretty much it لل السيلز تريجر الاولاني اللي هو بيكون مبني على التكنولوجي بيست. اشوفكم الفيديو الجاي، هكمل في بقيه السيلز تريجرز. شكرا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.